الأميرة بتاعتنا بتحب السفر، فاكرينها؟ اختارت النهاردة مكان جديد وقررت تفاجئنا بطراز جميل. تعالوا نعرف راحت فين. Stop. كان يا مكان في قديم الزمان كان في أميرة جميلة بتحب السفر واكتشاف الأماكن الجديدة. الأميرة مش زي أي أميرة، كانت دايما عندها شغف تعرف أكتر عن بلادها وحكاياتها. وفي يوم قررت الأميرة تزور الصعيد لأول مرة في حياتها. كانت سامعة عن جمال المناظر هناك وعن ناسها الطيبين، لكن اللي شافته لما وصلت كان أكبر بكتير من كل اللي تخيلته. ركبت الأميرة مركب على النيل، وفي الطريق كانت شايفة الجبال والصخور اللي بتلمع تحت الشمس والنخل اللي بيهفهف في الهواء. ولما وصلت استقبلها أهل الصعيد بفرحة كبيرة وكرم ما شافتوش قبل كده. فأول يوم ليها لاحظت إن اللبس اللي لابسينه أهل الصعيد كان مختلف تماما عن كل اللي شافته قبل كده. الرجالة بجلاليب فضفاضة والسدير المطرز، والستات بملابسهم السينوية الملونة والشال الحرير اللي كانوا بيغطوا بيه راسهم. قالت الأميرة بدهشة: إيه الجمال ده؟ اللبس بتاعكم شبه الحكايات اللي كنت بسمعها عن زمان، التراث ده لسه موجود هنا؟ واحدة من ستات البلد ردت بابتسامة خفيفة وقالت لها: ده تراثنا يا ست الكل، ورثناه عن جدودنا، وكل شغل في اللبس ده معمول بإيدينا، في روحنا وقصصنا. وأخدوا الأميرة في جولة في السوق، وهناك شافت الستات بيشتغلوا على النول، بينسجوا أقمشة يدوية بألوان زاهية. شافت البنات الصغيرين بيلبسوا الحلي المصنوعة من الفضة وشغل الإيد المحلي. ولما سألتهم عن تفاصيل اللبس عرفت إن كل لون وكل تطريزة ليها معنى، وإن الحاجات دي بتمثل حكايات الحب والشجاعة والترابط العائلي. الأميرة قالت باندهاش: أنا كنت فاكرة التراث ده انتهى من زمان، لكن هنا التراث عايش وجميل جدا. وفي آخر ليلة ليها في الصعيد عملوا حفلة كبيرة على شرفها. البنات لبسوا أجمل ملابسهم، والغوايش رنت على إيديهم وهم بيرقصوا، والرجالة غنوا أغاني تراثية بصوت عالي ملأ الجبال. الأميرة قررت إنها تلبس زيهم، ولبست جلابية مطرزة وشال حرير، حست إنها جزء منهم. وفي اللحظة دي عرفت إن جمال بلادها مش بس في الطبيعة، لكن كمان في روح ناسها وتراثها اللي بيحافظوا عليه بكل فخر. قالت الأميرة وهي بتودعهم: أنا مش همشي واسيب التراث ده هنا، أنا هاخد حكايتكم معايا للقصر، وهعلم كل اللي هناك إزاي الجمال الحقيقي هو الجذور والتراث. ومن يوم بقت الأميرة مش بس ملكة القصر، لكن كمان ملكة القلوب، لأنها عرفت قيمة تراث بلادها ونشرته في كل مكان راحته. وأخيرا هقولك: خلي لبسك يحكي عنك ويعبر عن شخصيتك، لأن كل يوم هو فرصة جديدة للإبداع. استمتعي بالأزياء وخلي كل لبسة ليها حكايتها. www.rodaniastyle.com ده عنوان الأميرة، زوريها وشوفي القصص والحكايات وقوليلي رأيك فيها. Life is a party, dress like it. Bye. Stop.